صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. اللي ما يعرفنيش، انا اميره ودي قناتي. الشيف اميره. يا رب كده تكونوا بخير. عايزاكم كده تخشوا تشرفوني وتنوروني. والنهارده بقى كده باذن الله هنعمل غدا سهل وسريع. هنعمل كده بطاطس محشيه باللحمه المفرومه، بس هي سهله جدا جدا وبطريقه حلوه قوي. وكمان هنزود اللحمه معانا بطريقه برضو حلوه جدا هتعجبكم. اول حاجه هنا معايا بصلتين كده حلوين. حطيتهم وحطيت معاهم سمنة وحبة زيت. وهبدأ كده اشوح فيهم، والحلة ديت حطيت فيها التقوير بتاع البطاطس. خدت منها كده شوية، حطيته على في الحلة وحطيت عليه مية. وولعت عليه السلق عشان اقولك هنعمل بيه ايه. ديت بقى الحاجات اللي كنا جايبينها في مشتريات الشهر، في مشتريات الاسبوع. الاتنين كيلو بطاطس اللي كنا جايبينهم قلنا هنحشيهم. وربع كيلو اللحمه المفرومه برضو قلنا هنعمل بيهم صينيه البطاطس دي. انا النهارده بقى قررت اعملها النهارده كده. وايه، وخدتها قشرتها وقورتها وغسلتها وحطيتها في ميه وملح. زي ما انتوا شايفين. وبعدين ضربت كده شويه طماطم كده في الخلاط، حوالي نص الشفشق كده، علشان هناخد منها شوية على اللحمة وشوية على هنعمل بيها كده الصلصة بتاعت البطاطس. هنا بقى انا بعمل ايه؟ انا ما بحطش البطاطس نية في الصينية، انا بحب اقليها كده في الزيت زيها زي البطاطس المحمرة كده. زي ما انتم شايفين اهو. حطيت زيت في الحلة، وحطيت مش حاطة زيت كتير طبعا، تاخد لون على الوشين، وببدأ اطلعها. هنا بقى اول لما البصل خد تشويحة حلوة معايا كده، هنزل باللحمة. ده ربع كيلو لحمة اللي كنا جايبينه في المشتريات. وطبعا احنا كنا منزلين ان احنا هنعمل في المنيو صينية بطاطس تقعد معانا يومين كده. فالاتنين كيلو حلوين قوي. وهحط كمان هنزود اللحمة معانا بشوية جزر مبشورين، يعني جزراية حلوة كبيرة كده. وهحط هنا التوابل ملح وفلفل وسبع بهارات وجنزبيل وقرفة. وكمان ماجي فورية ورشة جوز الطيب. مش حابة ما تحطيش، تحطي كمان رشة سكر. السكر بتودي اللحمة في حتة تانية، هي مش بتسكرها يعني مش بتخليها باينة، يعني السكر مش بيبقى باين، بس بيبقى حلو قوي قوي في اللحمة المفرومة. تمام كده. وبعدين هنزل بشوية كده من الطماطم اللي احنا كنا ضاربينها. حوالي مثلا كوباية طماطم كده. واسيبها بقى تتسبك وتستوي مع بعضها. وهنعمل كمان حاجة حلوة كده في آخر اليوم، بصي بقى تظبط المزاج كده وتسدي جوع آخر الليل، وكمان تدفي. ده منظر البطاطس بعد ما حمرتها، يعني دي أول طاسة طلعتها. حبيت أوريكم بقى شكلها وأكمل الكمية. هنا بقى البطاطس بعد ما استوت، خدتها كده صفيتها وهرستها حلو قوي قوي قوي. وبعدين هننزل بيها فين؟ هننزل بيها على اللحمة. هتقولي لي بقى يا أميرة، طب دي هبان وكده؟ لا لا خالص، مش هبان خالص. بالعكس، دي بتبقى حلوة قوي، هتزود معاكي الكمية. وفي نفس الوقت احنا مش هنرمي البشر بتاع البطاطس، يعني التقور اللي احنا طلعناه ده احنا مش هنرميه. انا سايبه كمان شويه، كمان هقليهم في الزيت بعد البطاطس. هقليهم كده عشان بحطهم في قعر الصينيه يعني. قلبي بقى تقلبتين كده وظبطي ملحك واطفي بقى وخلاص على كده. بصي مش باينه خالص والله. والربع كيلو بقى قد ايه؟ هتشوفي دلوقتي. هنحشي كمان الاتنين كيلو وهيفيد كمان. هنا معايا معلقه من السمنه، حطيت فصين 3 توم مفرومين كده تشويحه، بس اول ما ريحته تطلع هنزل عليه بالطماطم، باقي الطماطم اللي احنا كنا ضربينها. الصلصه دي اللي احنا نحطها على وش البطاطس، وتكمل بقى سواها وتاخد لون حلو قوي كده فين في الفرن. يلا بقى لو لسه مشتركتيش، يلا اشتركي وفعلي الجرس عشان نوصلك كل جديد. ولا تنسي اللايك، وشرفيني ونوريني. ويا رب اكون عند حسن ظنك يا رب. بس غلوتين برضو وهندفع عليها. حطينا ملح وفلفل وشويه بهارات وشويه بابريكا ورشه من السكر، وخلاص على كده. هي دي التوابل بتاعتي. خلاص خلصت كميه البطاطس كلها قليتها. وبعدين حطيت شويه البطاطساوم اللي انا قلت لكم خليناهم هقليهم. قليتهم برضو ورحت مطلعهم كده في الصينيه. حطيت معلقتين كده من اللحمه المفرومه. وهبدا بقى احشي معاكم البطاطس. احشي بقى واملي براحتك، يعني احنا معانا كميه لحمه حلوه محترمه يعني. احشي بقى كده براحتك بالمعلقه الصغيره كده، ودخلي كده وظبطي دنيتك. احنا الصراحه بنحبها عن صينيه البطاطس المقوطه يعني. دي بتبقى اخف واحلى، وهتنفع معاكي كمان في عزومات رمضان.
بتبقى برضو شكلها حلو كده على السفرة بتاعتك. والبطاطس بترمي ما شاء الله. يعني 2 كيلو دولت غدا يومين، يعني هتبقى موفرة معاكي جدا. وكان كيلو البطاطس دوت كان عامل حوالي 12 جنيه. البطاطس دلوقتي رخصت على فكرة، الصغننة دي ب8 جنيه دلوقتي. بص بقى، بعد ما حشيت كله وفات بقى شوية اللحمة دولت، نزلت بيهم في قعر الصينية تاني كده. بقيت ارفع كده البطاطس واحط بقية اللحمة. احنا بقى بنحب نغمزها ونحطها على الرز. هعمل جنبها شوية رز بشعرية، مفيش اسهل منه. بتحمري الشعرية وتغسلي الرز وتنزلي عليه وتشوحيه. طبعا كل ده في شوية سمنة وشوية زيت. وبعدين تسقيه بقى مية مغلية او مية عادية، وتظبطي ملحك وتسيبيه يستوي براحته، وهيطلع معاكي احلى رز. واعملي كمان شوية سلطة، شوية سلطة خضراء، شوية مخلل بقى عندك، وبألف هنا وشفا. هنزل هنا بقى انا مولعة الفرن تسخن كده. اول ما بدأتي احشي البطاطس، هنزل بقى بكمية الطماطم دي كلها على البطاطس، وهدخلها الفرن تاخد لون، وهطلعها. هي تعتبر كل حاجة فيها كده مستوية، ما خدتش معانا وقت بقى خالص خالص. بس يا ستي الكل، بص بقى منظرها جميل بعد ما طلعت. وعملت شوية سلطة وعملتي رز بشعرية. عايزة تعملي رز ابيض اعملي، او هتغمزوها وتحطوا منها كده على الرز، وبألف هنا وشفا. هنروح بقى نتغدى ونيجي نعمل مع بعض احلى بسيسة في الدنيا. تعالي بقى يا ستي الكل، هنا معايا كوباية من البرتقال عصراها كده. وبنفس المج هنحط كل المقادير: كوباية من البرتقال، نص كوباية من السكر، نص كوباية حليب، نص كوباية زيت. ان شاء الله اكتب لك المقادير على الشاشة. يبقى كوباية برتقال، نص كوباية لبن او حليب، نص كوباية زيت، كوباية سكر. تمام، كله بنفس المج في قلب الخلاط كده. وهنزل كمان ببيضتين، وهنزل كمان بفانيليا. انا جايبه فانيليا بريحه البرتقال تحفه تحفه، وخلت لون الكيكه مع البرتقال حكايه. دي بقى بسيسه الذره بالبرتقال. بسيسه لو مش عارفه بقى، يعني في ناس تعرف وناس لا، بس البسيسه دي حاجه كده يعني خيال. ويا سلام بقى مع كوبايه شاي بلبن، توديكي في حته تانية كده. فقلنا بقى نقوم ندفي الدنيا كده ونعمل للولاد آه، حبه بسيسه كده حلوين، نتعشى منهم وكمان نفطر منها. نضرب كده عصفورين بحجر. نزلت بقى بالفانيليا البرتقال، بص لونها حكايه. اضربي بقى كل السوائل دي في الخلاط: ال- السكر والزيت والبيض واللبن والبرتقال والفانيليا. اضربي كتير جدا لحد ما يديكي فوم كده ابيض ولونه يفتح. هبدأ بقى هنا ده دقيق ذرة اصفر. قولي له عايزه دقيق ذرة اصفر او دقيق بسيسه اصفر. هنحط كوبايه بنفس المج. هي هنحط كوبايه وربع من دقيق البسيسه. تمام. حسب بقى كمان ما الخليط بتاعنا ناخد. ومعايا كده كوبايه ونص من الدقيق الابيض. ومعايا كمان كيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر اللي موجود عندك. انخلي بقى عشان يطلع معانا الكيكه هشه وحلوه. طبعا وانا اثناء ما انا شغاله مولعه الفرن تسخن على درجه حراره 180. هنزل كده بكل الخليط بتاعي، واقلبه بقى كويس جدا بالراحه كده من تحت لفوق، لحد كل الخليط ما يتجانس مع بعضه. ولو محتاج شويه دقيق هحط، محتاج شويه دقيق ذره هحط. ها انا لقيت الخليط لسه خفيف، فهحطي هزوده تاني. بس هنا حطيت معلقه خل عشان يطلع هش معانا. فحطيت كمان نص كوبايه كده من دي الذره. وهحط كمان نص كوبايه من الدقيق السميد، الدقيق الابيض. بصي احنا انا هكتب لك المقادير على الشاشه. تمام. يبقى حطيت كوبايه ونص دقيق ذره، وكوبايتين الا ربع دقيق ابيض. تمام كده، كوبايتين الا ربع دقيق ابيض، كوبايه ونص دقيق ذره. بس كده، وهيظبط معايا القوام بتاعي. انت بقى انزلي كده واحده واحده لحد ما تلاقي الخليط بتاعك بقى ايه، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، زي ما انت شايفه كده. ريحتها من قبل ما تخش الفرن حكايه. دهنت كده زيت وبطنتها الصينيه، بطنتها دقيق.
وهنزل كده بكل الخليط. الصراحه يعني تسويه كمان الالمونيا احلى بكتير من البايركس، بس انا عشان تبقى حلوه وواضحه كده عشان التصوير عملتها في البايركس. حطي كمان بقى على الوش كده شويه سمسم، يا سلام، او شويه فول سوداني مجروشين كده مدوقين، شويه مكسرات، بجد تحفه. جربي بس الصينيه دي وهتدعيلي، هتدعيلي جدا. الطريقه دي بقى على طريقه ستي الحبايب حبيبه مامتي حبيبتي ربنا يخليها لنا يا رب. وكده بصوا طالعه، يا لهوي على الجمال، مش قادره اقول لكم كانت هشه وطريه وناعمه وحلوه قد ايه. وشايفين لونها ولون التسويه بتاعتها حكايه بجد. جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا جدا. قطعيها بقى كده وتعالي بقى نشوفها كده وندوقها. بصوا مش مستحمله اصلا المعلقه. اعمليها كده جنب كوبايه شاي بلبن وافطروا بيها بألف هنا وشفا. عملتي بقى جنبها ايه يا ستي الكل؟ عملتي فنجان قهوه بلبن كده بالبندق، يا سلام، تظبط الدماغ اخر اليوم. وده كان يومي النهارده معاكم. يا رب يكون عجبكم ويكون سهل وظريف عليكم، واشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد، في فيديو جديد، مع الف سلامه.